مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يلقي كلمة في القمة الإفريقية. مجلس جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري. جهود لتطوير الزراعة المروية في أغرداد. خمسة عشر قتيلا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في دمشق. وزارة الطاقة الذرية تجري محادثات مع إيران بعد اكتشاف يورانيوم جرى تخزينه. تدريبات جوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتريا عالي المستوى في مؤتمر القمة 36 للاتحاد الإفريقي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقد ألقى معاليه كلمة في المؤتمر تناولت قضايا الراهن الإفريقي ومعوقات التنمية في إفريقيا رغم حجم الموارد الهائلة التي تنعم بها القارة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح كلمة في القمة الدورية 36 للاتحاد الإفريقي يوم 19 من فبراير في أديس أبابا، وقال معاليه في كلمته: يصادف هذا العام 2023 6 عقود من تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وعقد من إطلاق جدول أعمال الإفريقية 2063، وهي فرصة مناسبة لإجراء تقييم شامل للطريق الذي سلكناه من أجل النظر الصريح والجاد للقصور وتأثيراته والفشل المترتب عليه. وأوضح بأن إفريقيا اليوم خالية من الاستعمار بفضل النضالات الملحمية والتضحيات الجسام، ومع ذلك استمر الحلم بإفريقيا موحدة وقوية ومزدهرة على الرغم من التحديات الداخلية الهائلة والتدخل والاستغلال الخارجي المستمر. وقال إن الوعي المتزايد والثقة والطاقة والتصميم المتزايد بين الشعوب الإفريقية ولا سيما بين الشباب يبعث على الأمل. وذكر سعادة الوزير في كلمته: رغم هذه الحقيقة فإن أفريقيا لم تصل بعد إلى الهدف المنشود، كما أن شعوبها وشبابها لا يتواجدون في المبتغى، حيث لا تزال تدمر بالصراعات والحروب التي تغذيها أيادي خارجية، وأن السنة الأولى المستهدفة لإسكات البنادق قد مرت دون تحقيق تقدم ملموس. وأوضح السيد عثمان صالح أن وضع التنمية في أفريقيا لا يزال في وضع بائس مع بعض النقاط الإيجابية، وقال إنه رغم وفرة الموارد فإننا لا نستطيع تأمين غذائنا، والتصنيع قليل جدا في قارتنا، والبنية التحتية الأساسية غير مكتملة، وفشلت أنظمتنا التعليمية بشكل عام في إنتاج شباب واعي متسلح بالعلم والمعرفة، كما أن الفقر يطارد شعبنا ويموت الكثير من أطفالنا بأمراض يمكن الوقاية منها بسهولة، ولا تزال مواردنا تتعرض للنهب وتذهب أموالنا بطريقة غير مشروعة. وشدد معاليه بأن هذا الوضع يستدعي إلى اتخاذ مسارات وسياسات ومقاربات جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعلاقات الخارجية. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح إنه يجب علينا الاعتراف بأن وضعنا الحالي غير مقبول بكل المعايير، ويتطلب اتخاذ خطوات سريعة وجادة لتصحيحه بهدف تحقيق رغبات شعوبنا، موضحا بأنه يجب معالجة أوجه القصور في منظماتنا الإقليمية لتمكينها من المساهمة بفعالية في التكامل الاقتصادي الإقليمي وكذلك السلام والأمن، بالإضافة إلى جعل عملية التفعيل وتقوية الاتحاد الإفريقي التي لم تنجح نتيجة الضغوطات والتأثيرات الخارجية من أولى الأولويات في وضع عالمي سريع التغير. عقد مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعه الدوري 19 يوم 17 من فبراير في مدينة عصب،
أوضح رئيس المجلس السيد علي نور في الكلمة التي ألقاها تنفيذ أنشطة فعالة بتضافر جهود جميع الجهات رغم التحديات الماثلة والنواقص، داعيا أعضاء المجلس لتعزيز الجهود المنسقة هذه السنة. وقدمت في الاجتماع تقارير على الأنشطة المنفذة في مجالات التعليم والصحة والمياه والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية. وذكرت التقارير إدخال معدات حديثة للعلاج الطبيعي والأشعة السينية والفحوصات المخبرية في مستشفى عصب، وازدياد برامج النظافة وحماية التربة والمياه، مشيرة إلى دعم أسر الشهداء والأسر المحتاجة ماليا وعينيا. وأفادت بصيانة مشاريع المياه المعطلة في 22 قرية وإقامة لجان لإدارة المياه في جميع القرى. وأوصى الاجتماع للدفع بالتحصيل الضريبي للمواشي والعناية الجيدة بمشاريع المياه وتنفيذ كامل لقرارات المنتدى التعليمي الذي عقد لرفع مشاركة المرأة في التعليم. وأشاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في ختام الاجتماع بالمساهمة القوية للشعب في برامج التصدي والتنمية، وشرح البرامج الموضوعة لهذه السنة. أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية أغردات القيام بجهود منسقة لتطوير الزراعة المروية الجارية في مساحة حوالي 1400 هكتار. وأوضح مسؤول المكتب السيد تدروس زقرقيش تنفيذ أعمال ناجحة لحماية التربة وحفظ المياه واستخدام السماد الطبيعي وترسيخ المعرفة العلمية وتشجيع جمعيات الخضر والفاكهة لتقوية بساتين وادي بركة التي لها دور كبير في الإنتاج على مستوى الإقليم والوطن وتلبية احتياجات السوق من الخضروات والفواكه. وقال إن الدراسات التي أجراها الخبراء للسيطرة على ملوحة التربة والمياه حققت نتائج مرضية، وأشار إلى العمل المرضي لانتقال المزارعين من السماد الكيميائي إلى السماد الطبيعي لضمان خصوبة التربة ورفع إنتاجيتها. ودعا المزارعين لتعزيز جمعية المزارعين لتبادل التجارب وتوسيع الأسواق، مؤكدا على تعاون وزارة الزراعة. وطالب بإيجاد وسيلة ربط استخدام الطاقة لضخ المياه مع خدمات كهرباء غردات لتأثير استخدام الوقود لمحركات الضخ في الأسعار. أشاد مدير مديرية فروة السيد عثمان عرفة بالمشاركة الشعبية القوية في الخدمات الصحية عامة ورعاية الأمومة والطفولة على وجه الخصوص. وأوضح بناء غرف لانتظار الحوامل السنة الماضية في النقطة الصحية في قبقب وسانا والمركز الصحي في إرفالي وعيادتي ربروبيا وأومله. وقال إن تغطية التطعيم ضد سرطان عنق الرحم الذي جرى السنة الماضية على مستوى البلاد من 21 وحتى 25 من نوفمبر بلغ 63% في المديرية. وذكر بأن انتشار خدمات التعليم وصل ل 94% وتبذل الجهود لإيصالها ل 100%. وحول الزراعة أفاد توزيع بذور الذرة المحسنة للمزارعين بهدف رفع الإنتاج، لكن قلة الجرارات وتأخر الأمطار الشتوية أثر سلبا على الإنتاج. وأشاد سعادته بمساهمة الشعب في برنامج التصدي الوطني. عقدت وزارة الزراعة في 16 من فبراير في العاصمة أسمر ورشة عمل وطنية حول تنقيح البذور. وكان الهدف الرئيسي من الورشة التي تم عقدها عن طريق قسم الخدمات القانونية والرقابية في الوزارة وشركاء العمل تنقيح سياسة بذور جيدة وكافية ومضمونة ويمكن الحصول عليها بطرق سهلة. وقال المدير العام للقسم السيد تخلآب مسقانة إن أهم العناصر الدافعة لتنقيح سياسة بذور جديدة هو قدم سياسة بذور تمت لائحتها عام 2002 واستمرت لفترة 20 عاما، إضافة إلى ظهور تغيرات وأساليب جديدة على أرض الواقع. وبعد أن تم تقديم السياسة المنقحة عن ممثلي القسم والمعهد الوطني للزراعة وكذلك قسم الملحق الزراعي، تم إثراء محتواها عبر آراء وتوصيات المشاركين في الورشة. وذكر المشاركون والمنسقون في الورشة أن وجود سياسة بذور استراتيجية له أهمية كبيرة، داعين إلى ضرورة القيام بمتابعة جادة لجعل محتواها غنيا يذهب إلى المدى البعيد. أوضح وزير الزراعة السيد رفاعي نبرهي أن بذور آمنة وجيدة أساس لتأمين التغذية السليمة، مذكرا أن اللائحة القديمة خدمت كمرحلة انتقالية، مشددا على أن تنقيحها جاء في الوقت المناسب.
وذكر معاليه أن تطوير بذور جيدة وكافية تواكب التكنولوجيا وتلائم المناخ لها أهمية استراتيجية وآمنة، مناشدا الخبراء والجهات المعنية للدفع بها قدما. طالبت جمعية مربي أبقار الألبان في مديرية السجانيتي لمنحها أرضا زراعية لتطوير أنشطتها المتأثرة سلبا بالنقص في العلف الزراعي. وأوضح سكرتير الجمعية السيد أبيل قبرزقابيهير في الاجتماع الذي عقدته إن نقص العلف الزراعي من التحديات الأساسية للجمعية، وقد انخفض نتيجته إنتاج الألبان وانخفض عدد الأعضاء الذي كان 70 عضوا إلى النصف. وذكر مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفلين على مربي أبقار الألبان تقوية الجمعية والعمل المشترك لإيجاد حلول للمصاعب والنواقص. وأوضح مدير مديرية السجنية السيد عبد القادر حاج علي أن تربية أبقار الألبان من البرامج الزراعية التي يتوجب الدفع بها، مؤكدا على التعاون اللازم لإدارة المديرية لتنشيط هذا القطاع. قام مجتمع تارو في أسمرة بتقديم الجوائز ل 124 حصلوا على نقاط بلغت أكثر من 90% في امتحانات النصف السنوية للعام الدراسي 2022-2023. ويدرس الطلاب الحاصلون على التشجيع من الصف الأول الابتدائي وحتى 11 ثانوي. وقال رئيس لجنة مجتمع تارو الرائد برهاني إن عمل تشجيع الطلاب بدأ عام 2012 ب4 طلاب، وقاموا حتى الآن بتقديم الجوائز لأكثر من 600 طالب. وذكر تقديم دروس إضافية لطلاب الصف 11 لمساعدتهم في امتحانات الشهادة الوطنية ومتابعتهم بعد دخول الجامعة. وقدمت في المناسبة التي جرت في 19 من فبراير الجوائز أيضا للفرق الرياضية الفائزة في المناشط الرياضية التي جرت عام 2022. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أسفر قصف إسرائيلي استهدف حي كفر سوسة السكني في دمشق عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم مدنيون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة هي الأعلى في العاصمة نتيجة قصف مماثل. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية، ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية على سوريا. ونادرا ما تشن إسرائيل ضربات مماثلة داخل دمشق، استقتصر ضرباتها على مواقع عسكرية على أطراف العاصمة وفي ريفها ومناطق أخرى. وطال القصف وفق المرصد والإعلام الرسمي بشكل رئيسي حي كفر سوسة في جنوب غربي دمشق، والذي يعد من الأحياء الراقية في العاصمة السورية، وتوجد فيه مقرات عسكرية واستخباراتية وأفرع أمنية. بعد صدور تقارير صحفية عن اكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الأممية يورانيوم جرى تخصيبه بنسبة 84%، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تجري محادثات مع إيران. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدرين دبلوماسيين اكتشاف مفتشين مستويات تخصيب أدنى بقليل من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية. وقالت الهيئة الأممية عبر تويتر إن مديرها العام رافائيل جروسي يجري محادثات مع إيران حول نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة. وأضافت أنه سيطلع مجلس المحافظين على الخلاصات. يشار إلى أن مجلس المحافظين يعد أحد جهازي تقرير السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة. وتأتي هذه التقارير وسط تعثر المحادثات لإحياء اتفاق أبرم عام 2015 للحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على طهران.
صرح جيش كوريا الجنوبية أنه أجرى تدريبات عسكرية جوية مشتركة مع جيش الولايات المتحدة تتضمن قاذفة استراتيجية أمريكية، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية السبت لصاروخ باليستي عابر للقارات. وكانت قد أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن أحدث تجارب بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هوانسونغ 15 هي الأولى منذ 7 أسابيع، جاءت في إطار تدريب مفاجئ. وأضافت الوكالة أن الصاروخ الذي أطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي ارتقى إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768.5 كيلومتر، وقطع مسافة 989 كيلومترا لمدة 4015 ثانية قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان. هذا وكانت كوريا الشمالية قد هددت برد قوي غير مسبوق على مناورات مقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصفتها بالاستعدادات للحرب. أودت الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة بحياة 36 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع في ولاية ساو باولو حسب ما أعلنت السلطات البرازيلية. وأظهرت لقطات من بلدة سان سيباستياو بثتها تلفزيونات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أحياء بأكملها غمرها الماء وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة من بين أضرار أخرى. ولقي ما لا يقل عن 35 شخصا حتفهم في سان سيباستياو وفقا لما ذكره رئيس البلدية فيليبي أوغوستو. وقالت حكومة الولاية في بيان إن 228 شخصا آخرين أصبحوا بلا مأوى، وتم إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة. ختاما سادتي لنشرة الأخبار أعود فأذكر بعناوينها. وزير الشؤون الخارجية يلقي كلمة في القمة الإفريقية. مجلس جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري. جهود لتطوير الزراعة المروية في أورداد. 15 قتيلا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في دمشق. وكالة الطاقة الذرية تجري محادثات مع إيران بعد اكتشاف يورانيوم جرى تخصيبه. وتدريبات جوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.